معانا مريض 29 سنة. المريض بيشتكي من امبارح لأن عنده ألم أسفل الظهر موجود في المنطقة بتاعت العضلات الجرقطامية، متركز أكتر ناحية اليمين أكتر من الشمال. عنده ألم في المنطقة بتاعت الخرز بتاعت الفقرات القطنية. المنطقة دي المؤلم جدا فيها أو مولد الألم فيها بيبقى أكتر الرباط اللي ما بين الخرز بتاع الفقرات. لما بنيجي نعمل فحص للمنطقة بتاعت الخرز بيبقى فيه وجع. المنطقة دي بتوجعك؟ اه. طيب المنطقة دي بتوجعك؟ ايوه. طيب المنطقة هنا لما بتطلع لفوق بتوجعك؟ بسيط بسيط. طيب الناحية التانية؟ ايوه. طيب المنطقة دي أكتر ولا دي أكتر؟ لا، اليمين. اليمين أكتر؟ اه. طيب دي هنبدأ نعمل تقويم للمنطقة ديت، نعمل استعداد وتقويم للفقرات وللرباط اللي ما بين الفقرات وللعضلات الجار فقارية سواء يمين أو شمال. نبدأ بس بدرجة بسيطة كده. هنا بنعمل تنبيه للعضلات. التنبيه ده بيخلي المخ ينتبه للإشارة الميكانيكية اللي بتحصل، ولكن العضلة ما بتلحقش تنقبض، فبيمنع وجود رد فعل للعضلات. كده هنزود القوة شوية. بعد كده بنرجع نفحص بنشوف العضلة استجابت قد ايه. احسن من الاول. اه.